اهلا بيكم. ده الصلح بين محمد رمضان ونوال الزغبي. بس قبل ما ندخل نحكي عن الحكاية، ادخلوا فعلوا الجرس واشتركوا وما تنسوش الاعجاب بالفيديو. كان في بينهم خلاف، وانتوا عارفين الخلاف بين الفنانين كتير جدا، والمشاكل اللي بين الفنانين كتير جدا ودايما بيعرضوها قدام الجمهور. فما ينفعش ان احنا نعرض مشاكلنا للناس. احنا بنحب التمثيل وبنحب الفن وبنحب الغنى، المفروض نشوف فيكم حاجة حلوة بتكونوا قدوة ان الواحد يعني يبقى مترفه. لكن اللي بيحصل زي ما انتوا شايفين، قالت عليه انه مين محمد رمضان اللي انتوا بتتكلموا عنه ده، انا معرفوش. فهو لما عرف بالموضوع فقال مين اللي بتقول عليا كده؟ قالوا له دي فنانة لبنانية اسمها نوال الزغبي. هو عارف بس طبعا بيتجاهلوا بعض. فقال لسه ما اتولدتش اللي تقول على محمد رمضان كده. انتوا عارفين ان محمد رمضان نمبر 1. المهم كان في احتفال في لبنان، فحبوا يتم الصلح قدام الجمهور، وطلع على المسرح بالبوس والاحضان. طيب يا محمد رمضان، انت خلاص بوستها في الاول، خلاص انتهينا، ما ينفعش كل شويه قدام الناس كده. قعدوا يتعاتبوا وبعد كده اتصالحوا قدام الناس وخلاص تم الصلح زي ما انتوا شايفين، وتم العتاب وكل شيء انتهى بصراحة. فده اللي انا بتكلم عنه، ان المفروض الفنانين ما يعرضوش مشاكلهم على الجمهور، لان هم بيقدموا رسالة عشان الناس تترفق وتشوفهم وتتبسط. المفروض ما نعرفش مشاكلهم، بس للأسف المشاكل بين الفنانين زادت زي ما انتوا شايفين، وخلصانة بشياكة يا محمد رمضان، وكفاية.